يبقى اذا ما ينفعش اوصل من المرحلة الثالثة للمرحلة الاولى. ما ينفعش وانا عندي امراض كتير نتيجة سوء التغذية ان انا وانا عندي الامراض دي كلها اقلل اكلي فاوصل للمرحلة الاولى ان انا اكون وزني كويس او شكلي كويس. مش هينفع. عشان كده لما بنعمل دايت بلان مع بعض احنا باخد منك كل التفاصيل دي. انت عندك ايه مشكلة؟ ايه التحاليل اللي طلع عندك فيها حاجات عالية؟ انت بتشتكي من ايه وبتاخد ادوية ايه؟ فبنبتدي نظبط الاكل بتاعنا على ان احنا نعالج المشكلة دي، طبعا مع الادوية اللي انت بتاخدها. ومع الوقت على فكرة ناس كتير جدا بتبتدي تقل الجرعة بتاعتها في الادوية، ادوية السكر والكوليسترول. ليه؟ لانه هو ظبط الاكل اللي كان عامل المشكلة اللي خلته يزيد في الكوليسترول ويزيد في الدهون ويزيد في السكر. فابتدينا نوصل للمرحلة التانية ان انا بقيت اكل كويس وجسمي ابتدى يتظبط